الله أكبر. الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الصلاة خير من النوم. الصلاة خير من النوم. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقامها الله أدامها ما دامت السماوات والأرض وجعلنا من عباد صالح أهلها. استووا للصلاة رحمكم الله. استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا ليرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم سلمنا والمسلمين اللهم انصرنا والمسلمين اللهم احفظنا والمسلمين اللهم آلف بين قلوب المسلمين واقفنا وإياهم أجمعين شر مصائب الدنيا والدين. اللهم ارفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمحن وزلزلة ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان مسلمين عامة. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم اجرنا من النار 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 سالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام ودخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعن على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد. Bab iman kepada hal-hal sesudah kematian. An Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashratin faqala rajulun minal ansar ya nabiy Allah man akyasun nas wa ahzamun nas qala aktharuhum dhikran lil maut wa aktharuhum isti'dadan lil maut qabla nuzulil maut ulaika humul akyas dhahabu bi syarafid dunya wa karamatil akhirah. Rawahu Tabarani. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, suatu ketika kami sejumlah 10 orang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu salah seorang sahabat Ansar berdiri dan bertanya, wahai Nabi Allah, siapakah manusia yang paling cerdik dan yang paling teguh hatinya? Beliau menjawab, yang paling banyak mengingati kematian dan yang paling banyak melakukan persiapan untuk menghadapi maut sebelum datangnya maut. Mereka itulah orang-orang yang cerdik. Mereka memborong kehormatan dunia dan kemuliaan akhirat. Aku berkata, diriwayatkan oleh Ibnu Majah secara ringkas. Hadis riwayat Tabarani. Diulangi. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu ketika kami sejumlah 10 orang datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu salah seorang sahabat Ansar berdiri dan bertanya, wahai Nabi Allah, siapakah manusia yang paling cerdik dan yang paling teguh hatinya? Beliau menjawab, yang paling banyak mengingati kematian dan paling banyak melakukan persiapan untuk menghadapi maut sebelum datangnya maut. Mereka itulah orang-orang yang cerdik. Mereka memborong kehormatan dunia dan kemuliaan akhirat. Hadis riwayat Tabarani. Ana Abdullah radhiyallahu anhu qala
حض النبي صلى الله عليه وسلم حطا مربعا خطا في الوسط خارجا منه وخط خطاطا صغارا إلى هذه الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط وقال هذا الإنسان وهذا أجله محيط به أو قد أحاط به وهذا الذي خارج عمله وهذه الخط صغار الأعراض فإن أخطأه هذا نشهه هذا وإن أخطأه هذا نشهه هذا رواه البخاري. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambar sebuah segi empat dan menggaris sebuah garis di tengahnya yang menerobos keluar dari segi empat tersebut. Lalu beliau menggaris garis-garis kecil berpangkal dari garis yang ada di pinggir menuju garis yang ada di tengah. Kemudian beliau bersabda, ini adalah manusia dan ini adalah ajalnya yang akan atau telah mengurungnya. Garis panjang yang keluar ini adalah angan-angan manusia, sedangkan garis-garis kecil ini adalah berbagai macam rintangan. Jika ia luput dari satu rintangan, maka rintangan lain akan menimpanya. Jika ia luput dari rintangan tersebut, maka rintangan yang lain akan menimpanya pula. Hadis Sahih Bukhari, bab mengenai angan-angan dan yang panjang angan-angannya. Bab salat wajib. An Fadli bin Hasan al-Dhamiri rahimahullah anna Ummul Ahkam atau Duba'atun Nabi Zubair bin Abdullah al-Muttalib radhiyallahu anhuma haddathathu an ihdahuma annaha qalat asaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabiyan fadhahabtu ana wa ukhti Fatimah bintu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam فشكونا إليه ما نحن فيه وسألناه يا أن يأمرنا بشيء من السبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبقكنا يتما بدر لكن سأدلكم على ما هو خير لكنا من ذلك تكبرن الله على إثر كل صلاة 33 وتكبيرة 33 تسبيحة و33 تحميدة ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رواه أبو داود. Dari Fadl bin Hasan Ad-Dharami rahimahullah bahwasanya Ummul Hakam atau Duba'ah radhiyallahu anhuma yang keduanya merupakan anak perempuan Zubair bin Abdul Muttalib. Salah satu dari keduanya menceritakan kepada Fadl bahwasanya ia berkata, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan beberapa orang tawanan, lalu aku berangkat bersama saudara perempuanku dan Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengadukan kepada beliau tentang keadaan kami dan meminta beliau agar memberi kami sebagian dari tawanan tersebut untuk dijadikan pembantu di rumah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalian telah didahului oleh anak-anak yatim dari perang Badar. Namun demikian aku akan menunjukkan kepada kalian sesuatu yang lebih baik dari apa yang kalian minta daripada tawanan-tawanan tersebut. Hendaklah kalian membaca Allahu Akbar 33 kali setiap sesudah salat, kemudian membaca Subhanallah 33 kali, membaca Alhamdulillah 33 kali dan membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, yang artinya tidak Tuhan selain Allah, miliknya segala puji dan kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Hadis riwayat Abu Daud, bab orang-orang yang berhak mendapat jatah 1/5 daripada ghanimah. An Jabir radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza thuwiba bis salah futihat abwabus sama wastujibat du'a. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila iqamat untuk salat telah diserukan, maka pintu-pintu langit dibuka dan doa pun dikabulkan. Hadis riwayat Ahmad.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan taufik kepada kita sehingga kita bisa mudah mengamalkan dan menyampaikan. Semuanya bersedia insyaallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alna ijtimama marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma marhuma. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilayka an-nusyur. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul 'alim. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والهزن ومن العجز والكسل ومن الجبن والبخل ومن غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من السآمة والملالة. اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله توفيق الهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم. اللهم صل وسلم وبارك.